زاويه الدخول في العربيه واسعه حلوه. المساحه في الكنبه الخلفيه قعدتها برضو واسعه وظريفه كويسه، ولكن برضو بعيب شويه على ان الكراسي قعدتها ناشفه، مش فيهاش اللكشلي او الراحه اللي ممكن تاخدها في قعدتك في العربيه، ولكن مريحه من حيث الوسع يعني. حتى المساحه اللي بيني وبين الركبه، بيني وبين ركبتي وبين ظهر الكرسي الامامي، لا مساحه حلوه جدا جدا جدا. كمان اللي مدي احساس بالبراح في العربيه ان مفيش تقريبا نفق فتيس هنا، فده بيدي احساس بالراحه اكتر واكتر. فلو قاعدين 3 في الكنبه الخلفيه هيبقوا قاعدين مستريحين جدا، لان اللي قاعد في النص مش هيبقى قاعد متضايق لعدم وجود نفق فتيس. كمان هنلاقي هنا ان في فتحات او مخارج تكييف خلفيه، وكمان تقدر تتحكم فيها في سرعه الهواء اللي خارج اللي قاعد ورا. ده غير كمان ان في هنا مساحه تخزين صغيره كده. وبالمناسبه كمان في مساحه تخزين برضو في ظهر الكرسي الامامي. هنا مفيش في الفئه اللي معانا، في الفئه الاولى مفيش مسند يد هنا، لكن موجود في الفئه الثانيه. مفيش هنا برضو ايزوفيكس هنا، او اللي هو مثبت كراسي الاطفال. وبرضو هنا في مساحه تخزين مساحتها صغيره شويه في الباب الخلفي.